خلاص كلها ايام ويبدا الترشح لاتحاد الكوره. بس قبل الترشح والانتخابات تعالوا نشوف ازاي الحاج جمال علام قدر يحافظ على هويه كرتنا المصريه الجميله. من يناير 2022 والحاج جمال علام ورفاقه اللي ابرزهم حازم امام، محمد بركات، وخالد الدرندلي بيديروا كره القدم المصريه، والناس بدات فترتها بحقبه ذهبيه جابوا فيها الكابتن الراحل ايهاب جلال بعد انهاء التعاقد مع كيروش، والكابتن ما لحقش يدرب المنتخب فوصل له خبر اقالته وهو في الطياره بعد خساره ماتش. حاجات ما ينفعش تشوفها في بقاله على ناصيه شارعكم. ثم نروح للمباراه الفاصله بين مصر والسنغال المؤهله لكاس العالم في قطر. انهزمنا واللي كان فاتحاد الكوره كان مصر ان الماتش هيتعاد، ده طبعا وفق تاكيدات الحاج فرج عامل للحاج جمال علام. اهو كلام حجاج مع بعض والعالم بيضحك علينا. ملف المنتخب بقى ده لوحده قصه حزينه. الناس جم مشوا كيروش وجابوا ايهاب جلال، ومشوا ايهاب جلال وجابوا فيتوريا، ومشوا فيتوريا وجابوا الكابتن حسام حسن، وربنا يستر. نجحنا بقى وسط كل التغييرات ديت؟ قطعا لا. خسرنا كاس الامم مرتين، منهم مره خرجنا من دور ال 16 بفضيحه، وفشلنا في التاهل لكاس العالم، غير خساره افريقيا للشباب افريقيا للمنتخب الاولمبي. ولما ربنا كرمنا ولعبنا اولمبياد خسرنا البرونزيه بفضيحه قدام المغرب. ثم عشنا مأساة عشوائيه التعامل مع ميكالي بعد فضيحه التعامل مع فيتوريا. طب سيبك من المنتخبات، والاتحاد عمل ايه مع الانديه المصريه؟ بتعرف تعد لحد كام فضايح؟ مش مهم، هنقول لك كم مشهد عبثي بس، زي قصه اخفاء خطاب الكاف لنهائي افريقيا بين الاهلي والوداد اللي اتحط في الدرج واتنسى، ودفع الاهلي ثمن اللعب في المغرب وخسر لقب 2022 قدام الوداد. ثم عمل الاتحاد ازمه كبيره بعد ما مرتضى منصور اقتحم الجبلايه عشان يسجل صفقات الزمالك عافيه، رغم ان على النادي 70 مليون جنيه مديونيات، والراجل وقف وشخط وزعق وهدد وعمل كل اللي هو عايزه. جبلايه بقى هنقول ايه؟ لكن في نور في اخر النفق المظلم. الاتحاد ما عندوش لا خطه ولا رؤيه ولا اداره ولا اي حاجه، في اعضاء بيخرجوا ويحللوا ويحطوا على الشاشات اليات النجاح وعلوم الاداره وفنون التقدم، وربنا يتولانا برحمته.